عندما تلوم الشعب السعودي بحبهم للإجازة ورغبتهم بتمديد الإجازة، جرب أن تذهب في المدرسة في 7 تماما وتقف في طابور أشبه بطابور العسكرية وتستمع للإذاعة المملة مكررة في أغلب الأحيان، وتجلس في فصلك وبعد ساعة تنزل لتشتري من المقصف في شيء آخر. تقف طابور كي تشتري خبز كثير ما يقال عنه تعال، وجبنة قد أخرجت رائحة كريهة، وعصير يسبب لك البحر. فوق هذا كله يأتي شيء ما يسمى بالمعلم ليتفلسف على رأسه، يعلمك أن الابتسامة صدقة، وبعدها نبتسم فيقول خيرا هل توزع ابتسامات من الصباح؟ وعندما يقال أستاذ نسيت القلم يرد عليك قائلا وليش جاي المدرسة؟ بعدها بدقائق يقول يا شباب مين معاه قلم أحمر؟ وعندما نسأل المدير لماذا لا تبيعون المشروبات الغازية نبحث عن صحة ألم يرى ماذا يباع. في نهاية الأسبوع يضاعفون لنا من الواجبات والاختبارات يوم السبت، نسألهم أستاذ عندنا امتحانين يوم السبت، يردون بكل بساطة عندكم الربوع والخميس والجمعة. هل تجعلها للراحة أم تجعلها للمذاكرة؟ أصبحت إبادة. وإذ اشتكيت على معلم وأنكر قالوا إيش؟ يعني الأستاذ كذاب؟ لا حشا، هو ملاك لا يكذب. بعدها يقولون أنتم شعب لا يحب الدراسة، واقع للأسف نعيشه، وتأخذ اختبارا بعد 12 سنة من الدراسة ليحدد مستقبلك، وهو اختبار قياس من مركز التحطيم الوطني. والسلام ختام.